بيبدأ الفيلم بشخصيتنا الرئيسية مايكل وهو بيلعب جولف، بس بيقف لما بيسمع صوت صريخ. بيجري وبيروح ناحية الصوت، ولما بيبص بيلاقي شخص وقع من فوق. بينزل بسرعة عشان يساعده، ولما بيوصل بينادي على الدكتور عشان يلحقه، بس بيعرف إن الدكتور مش هيقدر ينزل بسبب رجله. بيمسك الراجل إيده وبيقول له جملة واحدة بس قبل ما يموت: لماذا لم يسأله إيفانس؟ بيستغرب مايكل كلامه، وبيعرف بعدها إنه مات. بيطلع منديل من جيبه عشان يقفل عينه، بس بتقع منه صورة بنت جميلة جدا. بيبص في باقي جيوبه وبيلاقي قلم حبر عليه دم وميدالية مفاتيح على شكل سمكة. بيبص في الساعة وبيعرف إنه اتأخر. وقتها بيجي شخص غريب بيطلب منه مايكل إنه يفضل مع الجثة لحد ما يجي حد، لأنه وراه ميعاد مهم جدا دلوقتي. بيوافق الراجل الغريب وبيديله التحية. بياخد العجلة بتاعته وبيروح بسرعة على الكنيسة وبيبدأ يعزف. وهناك بنلاحظ شخص غريب تاني لابس بالطو اسود. بتخلص الطقوس وبيروح مايكل يعتذر لابوه عشان التأخير. وهناك بتلفت نظره بنت جميلة، وبيعرف من ابوه انها جوليا صديقة طفولته ورجعت من السفر. بيجي ميعاد النوم، بس مايكل مش بيعرف ينام، وبيفتكر الجثة والصورة وكمان السؤال اللي سأله: لماذا لم يسأله إيفانس؟ وبيفكر في معناه. بيروح الشغل، وهناك بيتقابل مع صديقة طفولته جوليا. بيتمشوا مع بعض وبيتكلموا، وبتنتهز الفرصة وبتسأله عن الجثة اللي لقاها وهو بيلعب جولف. بتسمع القصة كلها منه وبتستغرب. بتمسك كرة الجولف وبترميها، وبتخبط 3 مرات قبل ما تقع على الأرض. بتروح تقعد شوية وبتسرح، وبتقول لمايكل: هتجاوب على سؤاله ازاي؟ بيقول لها الراجل كان بيموت وأكيد ما كانش في وعيه. بتقطعه جوليا وبتقول له طالما كانت كلماته الأخيرة ليك يبقى ده بمثابة عهد. مش ممكن تكون كانت جريمة قتل ومفتاحها في السؤال ده؟ بيمشي مايكل وهو محتار من كلامها، وبيروح يقابل صاحبه اللي بيوريله العربية المستعملة. وبيتفق معاه انهم يسافروا الاسبوع الجاي ويستقروا هناك في شغلهم الجديد في بيع العربيات. بيطلع مايكل على المحكمة لانه شاهد، وبيحكي اللي حصل للقاضي. بس هناك بتحصل حاجتين: اول حاجة بيشوف اخت الميت بتقول شهادتها، بس بيستغرب لانها مش شبه البنت اللي في الصورة. تاني حاجة بيشوف الراجل الغريب اللي لابس بالطو اسود وكأنه بيراقبه. بيروح وراه مايكل، بس الراجل بيتهرب منه وبيركب عربيته وبيمشي. بيرجع البيت وبيلاقي زيارة من أخت المتوفي والمحامي بتاعها، وبيسألوه عن اللحظات الأخيرة ليه. وبيقول لهم إنه مقالش غير حاجة واحدة بس: لماذا لم يسألوا إيفانس؟ بيسكتوا شوية وبيشكروه عشان هو كان جنبه في آخر لحظاته، وبيمشوا. وهو كمان بيطلع يشم هوا، وبيقابل جوليا اللي بتقوله يركب الحصان وراها. وبيطلعوا على مكان لوحدهم، وبتسأله بفضول: ها، إيه الجديد في القضية بتاعتك؟ بيسكت شوية، وبترجع تكلمه تاني وبتسأله: انت ليه بتصدني عنك؟ بيسكت مايكل للمرة التانية، وبتعرف انه بسكوته بيشاور على الفرق الاجتماعي اللي ما بينهم، وده بيخليها تزعل وبتسيبه وبتمشي. بيرجع مايكل البيت، وبيوصله جواب شغل بمبلغ كبير جدا وتذكرة سفر في نفس اليوم. بيفكر شوية، بس بيرفض لانه وعد صاحبه انهم هيشتغلوا مع بعض، وانه هيلتزم بكلامه حتى لو هيضيع فرصة عمره. بيجي الليل وبيروح مايكل يشتغل في الملاهي، وبنلاحظ الراجل الغريب بيرجع يراقبه تاني. وبعدها بيجي الأخين التوأم وبيدوا مايكل إزازة 7، وبيقولوا له إن في راجل بعتها له هدية. بياخدها مايكل وبيشرب منها لحد ما بتيجي جوليا وشلة الصحاب الأغنياء بتوعها للملاهي. بس اللي ما كانش معمول حسابه إن مايكل بيبدأ يدوخ لحد ما بيغمى عليه. بيفوق تاني يوم في المستشفى وبيشوف جوليا وهي لابسة هدومه. بيستغرب وبيسألها عن السبب. بتقوله عشان الفستان بقى دليل ومحتجز عند الشرطة، لأنهم لقوا في معدتك كمية عالية من المورفين، وانت تعبت ورجعت على الفستان. بتسكت شوية وبتسأله: معقولة انت بتحبني لدرجة انك قررت تنهي حياتك عشاني بالطريقة الشاعرية دي؟ قال لها: لا أكيد مش للدرجة دي يعني. بتقوم جوليا تتمشى وبتقول: كنت عارفة. المهم السؤال هنا: مين حاول يقتلك وليه؟ بيفتكر مايكل إزازة السيفن المسمومة اللي شربها امبارح. بيدخل صاحبه الدكتور وبيطمن عليه، وبيقول لمايكل انه عمل استخباراته عن رسالة الشغل اللي جاتله النهاردة، واتضح انها كانت مزيفة. يعني بالاختصار كده، في حد من مصلحته انك ما تكونش هنا لدرجة انه عايز يقتلك. بيقول الدكتور الكلام ده وبيسيب مايكل في حيرة، وبيطلع من اوضته. وهناك بنلاحظ الراجل الغريب اللي بيراقب مايكل. في نفس الوقت مايكل بيمسك الجورنان، ولما بيشوف الخبر بتجيله صعقة، وبيقوم وبيسيب المستشفى بسرعة وهو بيجري. بيروح للأخين التوأم عشان يسألهم: كريم، عايز أسألكوا على حاجة مهمة جدا. بيرد عليه وبيقول له: أنا مش كريم، أنا كرم. بيرد أخوه: أنا كريم. بيبص له مايكل: كريم امبارح حاطتني إزازة 7. بيرد كرم: أنا اللي عطيتك الإزازة. بيبص له مايكل:
ماشي يا كرم، قلت لي امبارح انها كانت هديه من شخص. بيرد كرم: كريم هو اللي قالك كده مش انا. بيرد كريم وبيقول له راجل غريب كان لابس ماسك على وشه. بيروح عشان يقابل جوليا وبيوريها الجورنان وبيوريها صورة أخت المتوفي، وبيقول لها الصورة دي اتغيرت، مش دي الصورة اللي كانت في جيبه لما مات. بيركب معاها العربية وبيفتكر الشخص اللي جاله لما كان متأخر وفضل مع الجثة، وإن التحية اللي عاملها كانت بظهر إيده، وده معناه إنه كان من البحرية. بترجع البيت وبتقابل باباها ومامتها، ومايكل بيغير هدومه وبيتصل بصاحبه، وبعدها بيروح يودع جوليا عشان هيسافر ويبدأ رحلة العمل. بتسكت شوية وبتقوله إنها كان نفسها تبدأ معاه مغامرة تحقيق باسم لماذا لم يسأله إيفانس، بس هي عارفة إنه راجل بيوفي بكلامه وبتودعه. بيروح مايكل عشان يحضر شنطته، بس بيلاقي الناس متجمعة قدام عيادة صاحبه الدكتور. بيدخل وبيلاقيه متعلق من رقبته على الحبل. بيعملوا جنازة والكل بيحضرها، ومايكل حالته النفسية بتبوظ. بيقعد مع الضابط وبيقوله إنه استحالة يعمل كده في نفسه، وإن أكيد اللي حصل كان بفعل فاعل. بيتعاطف مع الضابط، بس رغم كده بيقوله مفيش دليل واحد يثبت عكس كده. بيجمعهم مايكل وبيعملوا اجتماع سريع بيضم مايكل وصاحبه جوليا وقريبها الدكتور. بيقول لهم مايكل إنه شاكك في سامي، الراجل اللي شافه عند الجثة وعطاله تحية البحرية، لأنه كان غريب الأطوار وكان بيتكلم عن تأجير شقة في مكان هادي، رغم إن الجزيرة دي مفيهاش أي بيوت متاحة للبيع. المهم بتبدأ خطتهم كالآتي: الدكتور هيجيب عنوان سامي، بعدها يعملوا حادثة مزيفة حاجة زي حصان طروادة، بيخبطوا العربية وهي فاضية في الحيطة. بتطلع جوليا بسرعة على أساس إنها عملت حادثة، وبيروح لها قريبها الدكتور. بيدخلوا البيت بس مش بيشوفوا سامي لسه. بيدخلوها الأوضة وبيحط لها لزق طبي وبيودعها. بيطلع يقول للناس إنها محتاجة الراحة تامة وإنها ما ينفعش تتحرك لأيام. بتخاف الست عليها وبتوافق تخليها ضيفة في بيتها لحد ما يتم شفائها. بتقعد جوليا تدور على أي دليل لحد ما بتلاقي مسدس. في نفس الوقت مايكل بيروح لأقرب فندق من البيت اللي هي فيه عشان يكون قريب منها لو حصلت حاجة. بيدفع الفلوس وبياخد مفتاح الأوضة وبيلاقيه على شكل سمكة، نفس ميدالية المفاتيح اللي كانت في جيب الجثة، وبيعرف إنه قبل ما يموت كان مقيم هنا. بيجي الليل وبيروح مايكل يتسحب عشان يطمن على جوليا، بس هناك بيلاحظ إن في حد تاني. بيطلع المطوة وبيروح يقبض عليه، بس بيكتشف إنها بنت. بيحاول يطمنها وبيقولها إن هو هيساعدها، بس بتقوله الوقت فات وبتسيبه وبتمشي. في نفس الوقت بتوصل عربية. بنرجع للجزيرة وبالتحديد لوالد مايكل اللي بيدخل الكنيسة وبيشوف الراجل الغريب اللي لابس بالطو اسود. بيسأله ابنك فين؟ بيتردد الأب شوية لأنه مش مطمن من طريقته، وقبل ما يرد عليه كان اختفى. بيجي الصبح وبتصحى جوليا وبتلاقي الباب مقفول عليها. بتدخل الست وبتعتذر لها عشان ابن عمها سامي رجع البيت بالليل وما كانتش عايزاه يزعجها، وبتطلب منها تطلع تفطر معاهم بره. بتطلع جوليا وبتسلم على سامي وبيقعدوا يفطروا وبيتعرفوا على بعض. في نفس الوقت مايكل بيكون في الفندق، ولما بيبص وراه بيشوف أخت المتوفي والمحامي بتاعها اللي زاروه في بيته، فبيمشي شوية قبل ما حد منهم يشوفه وبيقرر يراقبهم، وبيطلع وراهم بالموتوسيكل لحد ما بيوصلوا لمنشأة المصحة النفسية. بتقوم جوليا عشان تدخل أوضتها، بس بتسمع صوت الست وهي بتعيط. بتدخل عشان تطمن عليها وبتعرف منها إن هنري جوزها مدمن على المورفين. في نفس الوقت بيروح الشخص الغامض ده ورشة العربيات عشان يسأل عن مكان مايكل، ولما مش بيلاقيه بيمشي. بتتجمع جوليا ومرات هنري وسامي وبيقرروا إنهم لازم يودوه لمنشأة المصحة النفسية عشان يتعالج من الإدمان. بيرجع مايكل الفندق وبيلاقي البنت مستنياه وبتسأله لسه عايز تساعدني؟ بيقعد معاها وبيعرف إنها مرات مدير منشأة المصحة النفسية الدكتور ديفيد، وإنه راجل خطير جدا وإنها مش مجنونة زي ما بيقولوا. بيسألها مايكل عن الجثة لو بتربطهم علاقة، بس بتنفي، وده بيخلي مايكل بيستغرب لأنه عارف إنها نفس البنت اللي كانت جوه الصورة اللي في جيبه. بيقاطعهم سواق جوليا اللي بيدي مايكل العربية ولبس سواق عشان تكمل خطتهم. بيروح لها البيت وبيطلعوا أوضة سامي عشان يشوفوا أي دليل، بس مش بيلاقوا حاجة. في نفس الوقت بتيجي زيارة من عائلة الدكتور ديفيد ومراته، ويادوب بيلحق مايكل يهرب. بتدخل جوليا وبتسلم عليهم. بيرد عليها الدكتور وبيسألها عن السبب الحقيقي ورا زيارتها ليهم، وإنه عارف إنها مش حادثة حقيقية. بيتجمعوا على الغداء وبيبدأ الدكتور يتكلم عن نظريته وإن عربية الحادثة متسجلة في الأصل باسم الدكتور، بس بيبدأ سامي يدافع عنها بحجة إنها عندها ارتجاج وأكيد مش هنعرف الحقيقة كاملة دلوقتي. بس الكلام بيتقطع بسرعة لما بيقوم هنري من على الأكل، وبتطلع مرات الدكتور هي كمان تشم هوا. بيقرب منها مايكل وبيسألها إيه الخطر اللي محطوطة فيه. بتقوله إن جوزها الدكتور هيقتلها
عشان يتجوز مرات هنري، لأنهم بيحبوا بعض وعايزين يتخلصوا مننا بأي شكل. بيقول لها مايكل تهرب. بتسكت شوية وبتقرب منه وبتقوله أنا آسفة لإني كدبت عليك، أنا أعرف المتوفي وكان زيك عايز يساعدني، بس أنا ما استغلتش الفرصة. وبتسيبه وبتمشي. بيركب سامي العربية مع جوليا وبيسوق بأقصى سرعة وبيبص لها وبيقول لها مش هتقولي السبب الحقيقي؟ بيوقف العربية وبيشيل اللزقة وبيعرف إنها حادثة مزيفة. بينزلوا من العربية وبتقوله ليه أخدت الصورة من جيب المتوفي وبدلتها بالصورة التانية. بيقول لها إنه فعلا أخد الصورة من جيبه، لأن لو كان الدكتور عرف كان هيطرد مراته، فكان لازم أخد صورتها وأقطعها كمان، إنما مسألة حطيت صورة تانية دي لا مش بتاعتي. بيسكت شوية وبيقول لها كان واحد قبله اكتشف الجثة، يمكن يكون هو، أو من الأصل كان فيه صورتين. بتقف جوليا شوية وبتفكر وبتسأل صورتين؟ في نفس الوقت بيدخل مايكل المطبخ على أساس إنه السواق وبيذاكر لابن هنري، وبيلفت نظره القلم الحبر وبيفتكر إنه شبه القلم اللي كان في جيب المتوفي، وبيعرف إنه زارهم قبل ما يموت بأسبوع واحد بس، وإنه كان راجل غني جدا. بترجع جوليا وسامي وبيتفقوا يخلوا الموضوع سر ما بينهم، ومحدش يعرف إنه اكتشف الحادثة المزيفة عشان تفضل معاهم لحد ما تخلص مهمتها. في نفس الوقت بنسمع صوت رصاصة والكل بيجري ناحية أوضة هنري، وبنعرف إنه قرر ينهي حياته. بيعدي اليوم وبيتجمع مايكل وجوليا وبيتفقوا ينقذوا البنت اللي في الصورة، أو بمعنى أصح مرات الدكتور بما إن حياتها في خطر. بيروحوا بالعربية وبتخبط جوليا باب المصحة النفسية، وبنعرف أخيرا إن الراجل الغامض اللي كان بيراقب مايكل هو في الأصل كبير الخدم عند الدكتور ديفيد. بتقابل الدكتور وبتسأله عن مراته، بس بيقول لها إنها سافرت لندن. بتستغرب وبتنزل تركب العربية مع مايكل وبيروحوا يحضروا عزا هنري، وهناك بتحصل حاجتين. أول حاجة بيتقابل مايكل وسامي وبيتأسف له عن سوء الفهم اللي حصل. تاني حاجة بيشوف مايكل الراجل الغامض كبير الخدم بتاع الدكتور وبيقرر إنه مرجعش لندن. بيجي الليل وبيروح مايكل المصحة النفسية وهو بيتسحب عشان يحاول ينقذ مرات الدكتور، بس هناك بيتخدر وبيتربط وبيتحط على الكرسي الكهربائي، وكمان جوليا بتتخطف وبيتحبسوا هما الاتنين مع بعض. بس لحسن الحظ بيجي صاحبه وبينقذهم. بيروحوا بعدها المكتب الوصية اللي كتبها المتوفي، وبنعرف إن مش هو اللي مضى عليها. ولما جت الشرطة عشان تشوف الوصية لقوا الشاهدين على صحتها كانوا الطباخة والسواق. بتستغرب جوليا وبتسأل مايكل طب ليه ما سألوش الخادمة للشهادة، ومن هنا جت فكرة إن الوصية كلها كانت مزورة من الأساس. بيسكت مايكل وبيفتكر السؤال الأصلي، لماذا لم يسألوا إيفانس؟ إيفانس هي الخادمة. بيجيبوا العنوان وبيروح عشان يقابلوها ويتفك اللغز، بس هناك بيشوفوا مرات الدكتور ديفيد وبيقعدوا معاها في المطعم. بس جوليا على طول بترمي الشاي وبتقول لها ليه حطيتي سم، وبيعرفوا إنها كانت متواطئة من الأول عشان ورث المتوفي، بس ما كانتش متواطئة مع الدكتور، كانت متواطئة مع سامي. بيجري مايكل وبيروح بيت إيفانس الخادمة وبينقذها من سامي، لأنها الأخيرة والوحيدة اللي كانت عارفة حوار الوصية الحقيقية مش المزيفة. وهناك بيعرفوا إن الخطة كلها كانت من تنفيذ مرات الدكتور ديفيد، وإن سامي هو اللي قتل هنري والدكتور ديفيد طلع بريء، وإن الخطة كلها إنهم يقتلوا الخادمة إيفانس عشان تكمل الخطة وياخدوا الفلوس بالوصية المزورة ويسافروا. بيخلص سامي كلامه وبيبص لجوليا والمايكل وبيسألهم مش هتتجوزوا؟ بيعدي 3 شهور على القضية دي وبيتجوز مايكل جوليا، وهيخلفوا حبة محققين صغيرين لينا. وانت كمان صديقي المشاهد ما تنساش تخلف محقق صغير وتخليه يعمل لنا لايك واشتراك للقناة. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.